يا مساء الجمال عليكم. عملنا السينابون أو السينامون، سينابون أو سينامون. المهم إنها أحلى حاجة وحاجة طعمة قوي وريحتها جميلة، وريحة الخبز بتاعها ملت البيت كله، والطعم واو ما أقولكوش بقى، روعة بجد. ده غير إنها ما كلفتنيش حاجة خالص في البيت، يعني حاجات كلها من عندي من المطبخ. تعالوا بقى نشوف كده الطعم الروعة والشكل الجميل دوت عملناهم ازاي. اي حد فينا ممكن يقوم، حتى البنات الصغيرة، وتعمل شوية سينامون او سينابون. بصوا جميلة وطرية ازاي. المشكلة الوحيدة ان انا قطعتها تقطيعة صغيرة شوية، يعني مش عالية، تقطيعة واطية شوية. مفروض وانتوا بتقطعوا عشان ما تبقاش مبططة قوي كده نقطع القطعة عالية شوية. يعني ازاي هتعرفوا؟ جبت 4 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من الملح، ونص كوباية من السكر، وقلبتهم يا سكر كده مع بعض. وبعدين رحت نازلة عليهم بربع كوباية من الزبدة. المفروض الزبدة بتاعتنا تكون بدرجة حرارة الغرفة، فأنا حطيتها شوية في الميكرويف وسبتها لما بقت بالشكل ده. فأنتي طلعيها أصلا من الميكرويف، وطلعيها أصلا يعني من التلاجة جنبك قبلها بشوية علشان تاخد درجة حرارة الغرفة. وهننزل عليها بمعلقة من الخميرة وكوباية من اللبن الدافي. ولمي بقى العجينة بتاعتك دي كلها على بعضها، وانتي بتعجني كده بالراحة هتروحي نازلة كمان ببيضتين وصفار بيضة، بيضتين وصفار بيضة. ولمي العجينة بتاعتك كويس واعجنيها، وانا معاكوا الخطوات واحدة بواحدة اهو. نزلنا دلوقتي ببيضتين كاملين وصفار بيضة، ولميت العجين بتاعي كله في قلب بعضه زي ما انتوا شايفين كده. سهل قوي، وكل بنت صغيرة ممكن تقوم تعملها لو عايزة تفاجئ ماما بحاجة حلوة ما فيهاش حاجات كتير، وكمان مش هتضايقكم، يعني عاملها مش هتضايق. العجينة بتبقى طرية زي ما انتوا شايفين بالمنظر دوت. تحسوها انها سايحة قوي، لكن هي مش سايحة ولا حاجة. المهم ان احنا هنا نلمها كده شوية، وبعدين انا حطيتها على سطح العمل بتاعنا او قدامي بصراحة على الترابيزة، ورحت لماها كده لمدة مثلا دقيقة، نلمها على بعضها كده. التصوير كان سابق، بس انا وريتكم الخطوة التانية اهي. نزلتها والله من البولة وعملتها مرة تانية، رحت لماها لمدة دقيقة ورجعتها البولة بقى بتاعتنا تاني علشان تخمر كده بتاع ساعة، ساعة ونص. هي بالظبط خدت ساعة ونص علشان تخمر. وبعد الساعة وغطيتها طبعا، بعد الساعة ونص دول بدأت بقى ان انا ارجعها تاني على شوية من الدقيق على سطح العمل وافردها. وفي خلال ما هي بتخمر انا رحت جايبة كوباية من السكر و3 معالق من القرفة، ورحت مقلباهم على بعض كده، 3 معالق كبار يعني من القرفة، واركنيهم على جنب. وتعالوا بقى بينا نعمل التوبنج اللي هنحطه على الوش. التوبنج كمان سهل جدا جدا جدا. اي 3 معالق جبنة عندك، جبنة، 3 معالق من الجبنة الكريمي، سواء بقى جبنة مثلثات، جبنة كيري، جبنة اي جبنة عندك طريه شويه. هنديها بس ضربه مع بعضها شويه كده في قلب الكبه بتاعتنا، وبعدين انزل عليها بكوبايه الا ربع من سكر البودره. بس حطي شويه شويه، انا حطيتهم على مرحلتين او على مرتين، وضربت في الكبه بتاعتي لغايه ما الجبنه اختلطت كويس بالسكر البودر. وبعدين باقي السكر ضربته برضو معاهم تاني، ورحت نازله بشويه من الفانيليا علشان تدينا ريحه حلوه. وخلاص كده انا جهزت السكر بالقرفة اللي احنا هنحطه على العجينة من جوه، وكمان خلصت التوبنج اللي احنا هنحطه على العجينة او على بقى المخبوزات بتاعتنا من بره. وكمان زودت 3 معالق من اللبن علشان تبقى سايلة كده وطرية شوية معانا واحنا بنحطها على وش السينامون بتاعنا او السينابون بتاعنا. كده خلاص خلصنا اللي من بره واللي من جوه. هنبتدي نجيب العجينة بتاعتنا ونرش شوية دقيق حلوين كده على سطح العمل اللي انت هتشتغلي عليه او على الترابيزة اللي قدامك.
زي ما انتوا شايفين العجينة بقت جميلة. بصوا كانت بتلزق الاول، دلوقتي بقت ماسكة نفسها وجميلة ازاي. شوية دقيق حلوين كده، وحطي العجينة بتاعتك وهاتي النشابة بتاعتك وافرديها على شكل مستطيل علشان هنرولها. في هنا حاجة وقعت مني في التصوير، وانا طبعا يعني معرفتش اعيد العجينة مرة تانية، لانها لازم اجيب كل المكونات من تاني عشان اوصل للمرحلة دي، الا وهي ان انا احط السكر بتاعنا والقرفة على العجينة. فده الحتة دي التصوير طبعا انا افتكرت ان هو بيصور وهو ما بيصورش، فراحت مني. فانا بقولها لكم دلوقتي عشان ما حدش يقول فين السكر ما حطيتيهوش من قدام الكاميرا ليه. دلوقتي انا جبت النشابة بتاعتي دي، على فكرة النشابة دي بتسهل لي حاجات كتير قوي، واحسن من النشابة الكبيرة التانية. انت هتفرديها، هتخلي يا دوب سمك العجينة بتاعتك بالظبط يعني نص سنتي، لان الرول لما هتلفيه هيديكي سماكة اكبر. عشان كده بقول لكم حتى البنات الصغيرة ممكن تقوم تعملها ومش هتتعبها ومش غلبة يعني في عملها. بس خلاص كده انت ممكن تحطي معلقة زبدة تدهني بيها العجينة، وممكن ما تحطيش. انت هتجيبي السكر بتاعك وترشيه على العجينة مباشرة على طول، وبعدين هتروليها بقى، تعمليها رول وتلميها على بعضها. وبعدين تجيبي الخيط بتاعك، هنا بقى دي الحتة اللي وقعت، جبت الخيط بتاع البكرة الرفيع قوي ده وبدأت اقص بيه العجينة بتاعتي على شكل يعني دواير كده، قطع كبيرة. بس انتي زودي بقى عني حجم القطعة بتاعتك بحيث انها تبقى عالية شوية، وما تبططيهاش، لان انا كمان دوست على العجينة فده خلاها نزلت بقت رقيقة شوية. هي حلوة وجميلة وكل حاجة، بس شايفين الحجم اللي انا قطعته ده؟ لا، عايزين اكبر منها شوية، بحيث ان وانتي موقفاها كده ما تدوسيش كمان عليها زي ما انا عملت. انا طبعا قلت اقول لكم الاخطاء اللي انا وقعت فيها، واللي المفروض الحاجة اللي تتجنبوها. اولا قطعي القطعة اكبر وما تبططيش بايدك فوقيها، بس كده. وهتطلع ولا اطعم ولا اروع من كده بقى. وريحة، عايزة اقول لكم الريحة ملت البيت وملت السلم، والناس اللي طالع واللي داخل سينامون بقى، وريحة القرفة نفسها يعني فظيعة ما شاء الله عليها. اللي بيحب القرفة هيفرح قوي بالسينامون، لكن اللي ما بيحبش القرفة يعني مش هيستطعمه. ما تنسوش بقى اللايك لو سمحتوا، اللايك يرفع لي الفيديو ويبقى كتر الف خيركم. جبت كده الطاسه بتاعتي او الصينيه بتاعتي او الصاجه بتاعتي، ورحت دهناها بالزبده، ورحت رص عليها القطع السينامون بتاعنا. وما تبططوش بايديكوا كده، بطلي تبطيط يا نوجه، ما تبططوش بايديكوا عليها كده علشان تفضل عالية ومرفوعة لفوق. طبعا احنا سيبناها اول مرة خمرت قد ايه، تقريبا ساعة ونص. دلوقتي كمان هنسيبها تخمر نص ساعة ونغطي عليها، وارجع لكم بعد نص ساعة نشوف. بطلي فرك يا نوجة، ونشوف هنخبزها وتطلع معانا عاملة ازاي. غطي العجين بتاعك وغطيه لمدة نص ساعة، دخليه الفرن هيطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا بقى عشان اقول لكم هي اتبططت، عشان انا كنت ببطط عليها ومقطعها قطع صغيره. بس خلاص، وحطي عليه التوبنج بتاعك بقى اول ما يطلع وهو سخن جميل كده، وقدميه الف هنا وشفا. ودايما يا رب بيوتكم عمار وتعملوا كل حاجه حلوه. انا عارفه ان الدنيا غاليه، بس هنعمل ايه طيب؟ احنا لازم نعمل حاجه حلوه برضو في بيوتنا ولولادنا. حتى انت ممكن تعملي نص الكميه دي، مش مشكله، الكميه كلها. الف هنا وشفا لكل اللي هيجرب حاجه. ويا رب دايما كده الخير في بيوتكم ليوم الدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.